طيب نيجي بعد كده للgrouping. الgrouping ده خلّينا نظهره بشكل أكبر في التواريخ. نيجي insert pivot table وهنختار existing worksheet علشان أظهره بجانب pivot table الأصلي اللي إحنا شغالين عليه، أوكي. حاجة مهمة جدًا ما اتكلمناش عنها وهي فكرة التواريخ. لو أنت شغال على النسخة الأخيرة من مايكروسوفت 365 هتلاقي أوتوماتيك هنا أظهر لك أسماء أعمدة هي ما كانتش already موجودة في الجدول بتاعنا. يعني إحنا عندنا هنا مثلًا الأعمدة اللي فيها تواريخ هو عمود واحد اللي هو الhiring date. لمّا نيجي هنا نبُص نلاقيه بيقول لنا anniversary months، quarters، month، quarters للhiring date للhire date، years للhire date. يعني الحاجات دي ما كانتش موجودة. دي هو جابها منين؟ أوتوماتيك الإكسل ترجم إن الhire date ده عبارة عن تاريخ، وإن الanniversary ده هو عبارة عن شهر من خلية معيّنة. يعني هو بييجي هنا لمّا نيجي نفتح الخلية دي بيقول لك ده الشهر من الhire date. فعشان كده هو كمان حتى الشهر ده ابتدى يقسّمه لك بالmonth وبالquarter وبالyear. طيب ليه هو ابتدى يظهره لي بالmonth والquarter والyear؟ لإن إحنا أوتوماتيك البيانات عندنا هنا لسنوات مختلفة. طيب لو إحنا كان عندنا هنا مثلًا كلّهم سنة 2026، لأ ما كانش هيبتدي يظهر لي بالتفصيلة الyear لإن هو خلاص كلّه سنة واحدة. نفس الكلام على الhire date. طيب أنا عايز الhire date نفسه أضيفه هنا. الله! إيه اللي حصل؟ ابتدى يظهر لي البيانات معمول لها grouping للسنة، سنة 7، 8، 9 لحد 2012. ولمّا نيجي نعمل expand ابتدى يظهرها لي بالquarter، quarter 3 وquarter 4. ولمّا نيجي نعمل expand للquarter ابتدى يظهرها لي باليوم أخيرًا علشان يوصّلني للبيانات دي. طيب ده ليه؟ لإن أوتوماتيك البيانات الإكسل في النسخ الأخيرة ابتدى يعمل لها grouping. طيب لو أنا جيت في الpivot table analyze وضغطت ungroup ابتدى يرجعها لي تاني للتواريخ بتاعتي اللي أنا كنت شغال عليها، اللي هم ال731 تاريخ الخاصين بتواريخ تعيين ال731 موظف اللي إحنا أو ال741 اللي إحنا شغالين عليهم. طيب لو أنا عايز أعمل group بقى، لو أنت شغال على نسخة قديمة من الإكسل، أنت أول ما بتيجي تسحب الhire date هتلاقيه ظهر معاك بالشكل ده. لو إحنا عايزين نعمل له grouping بنعمله إزاي؟ بكل بساطة من pivot table analyze وبنضغط على group section. فبييجي يقول لك بدايةً من تاريخ إيه لإيه عايز تعمل الgrouping. فأنا هاقول له من أول تاريخ عندي اللي هو 25/9/2007 حتى تاريخ 8/9/2022 لحد آخر تاريخ عندي في الجدول ده، تمام؟ أو تاريخ نهائي بشكلٍ ما أو أيًا كان. ممكن تحدد التواريخ بدايةً من فترة زمنية معينة لفترة زمنية معينة. طيب الجروب ده عايزه بإيه؟ عايزه بالشهر والّا بالquarter والّا بالyear؟ وطبعًا إحنا ممكن نحدد أكتر من حاجة. يعني خلّينا مثلًا والّا باليوم والّا بالساعة والّا بالminute والّا بالsecond، اللي أنت عايزه. ممكن نعمل grouping لكل دول. طيب خلّينا نعمل لهم grouping لكل دول. ابتدى يظهر معايا بالشكل ده. نيجي هنا نضغط collapse، خلّينا نضغط collapse entire field عشان بعد كده يظهر لي واحدة واحدة. نيجي في 2007 ابتدى يظهر معايا quarter 3 شهر 9 اليوم، الساعة. طبعًا الساعة بقيت ثابتة لإن إحنا أصلًا الجدول بتاعنا ما كانش فيه ساعات، ما كانش فيه وقت. طيب لو أنا عايز أخفي التفاصيل دي نرجع تاني ونختار الgroup field. فأنا هاشيل البيانات دي كلّها، أنا هاخلّيها بس بالسنة وبالشهر، أوكي. فابتدى يظهر لي أنا عندي هنا ناس اتعيّنت في شهر 10، ناس اتعيّنت في شهر 11 وهكذا. طب لو أنا عايز أتأكد ممكن أضغط على group field وأضيف اليوم كمان. ده الناس اللي اتعيّنت في شهر في 2007، 2 اتعيّنوا في 2009 في شهر 9، 2 4 مش عارف في شهر كذا. وممكن طبعًا قصادهم في الvalues نضيف البيانات الخاصة بيهم. فدي من الأدوات المهمة جدًا في الpivot tables وهي فكرة الgrouping للبيانات اللي أنا شغّال عليها. نعمل لها كده ونيجي هنا نختار expand ونضغط على collapse entire field عشان يقفل لي كل الfield اللي أنا واقف عليه. وطبعًا فكرة الgroup وungroup موجودة برضه في الlist اللي أنا شغّال عليها هنا كمان في عملية الgroup والungroup لو أنا عايز أعمل
البيانات دي كلها بشكل مباشر. طب لو أنا عايز أعمل remove أول ما ضغطنا على remove للyears راح عمل لي remove للyears بس ساب لي الquarters. طب لو أنا ضغطت على remove للquarters خلاص هيشيل لي الpivot table يرجعه لي تاني لأصله. فدي برضه من التفاصيل أو الأدوات الجميلة جدًا في عملية البيانات اللي إحنا شغالين عليها. خلّينا نرجّع تاني التواريخ، نضغط Ctrl Z ونضيف قصادها الhiring date أو الdepartment عشان يقول لي كام واحد اتعيّن في 2007، كام واحد اتعيّن في 2008 وهكذا الtotal 741. طب ليه هنا 741 وهنا 740 بالضبط كده لو أنتم مركّزين من أول فيديو؟ لإن إحنا هنا معتمدين على الموظف، أسماء الموظفين الcount of employee وإحنا قُلنا إن إحنا هيبقى عندنا هنا في employee ناقص. أهو، هو الemployee ده كان ناقص، هنيجي نسميه مثلًا محمود عثمان ونيجي نرجع للجدول بتاعنا نعمل refresh. ممكن نيجي نضغط على refresh من هنا أو أنا ضايف الrefresh من الdata اللي هي refresh all اعملي refresh لكل البيانات اللي عندي في الإكسل، عامل لها right click وضايفها عندي add to quick access toolbar. هو هنا بيقول لي hide لإن أنا already ضايفها هنا. فأنا باضغط أعمل refresh هنا أوتوماتيك ده بقى عندي 741 وهنا بقى عندي 741. عندنا بعد كده الinsert slicer وده إحنا كنا قُلناها قبل كده، عايزين نعمل slicer فبييجي يقول لي أنت عايز slicer لإيه بالضبط، لأي عمود. وحتى هنا كمان ابتدى يظهر لي بيانات التواريخ اللي already أصلًا ما كانتش موجودة. أنت مثلًا عايز الhiring date بالyear مثلًا حابينه من هنا، حابينه من هنا، حابين نعمل بالdepartment، حابين نعمل بالbuilding اللي أنت عايزه. فأنا مثلًا هاختار بالbuilding أوكي، فابتدى يظهر معايا بالشكل ده. كل ما هاجي هاضغط هيفلتر لي بيانات الإدارات على حسب الbuilding. طبعًا زي ما إحنا عارفين إن إحنا طالما ضِفنا عنصر جديد في الإكسل عندنا، ابتدى يظهر له ribbon خاص بيه، الribbon ده خاص بعملية البيانات نفسها، الslicer نفسه slicer settings اسمه إيه، بياناته إيه، hide شيل البيانات اللي ما لهاش data لإني أوقات بنلاقي اسم مثلًا building ونلاقيه مش مسموح لي إن أنا أضغط عليه، فده معناه إن هو أصلًا مالوش أرقام، هو موجود بس مالوش values. فإحنا ممكن نضغط على hide items with no data وهكذا. دي الsettings بتاعته. في هنا حاجة مهمة جدًا اللي إحنا بنحتاجها اللي هي report connection. أنت حابب تربط الslicer بتاعك ده بإيه؟ هو already مربوط عندي بpivot table الname اسمه عثمان، لإن إحنا لسه مسميين الpivot table ده من شوية باسم عثمان. طب الpivot table ده اسمه pivot table 10. لمّا نيجي هنا نضغط على الslicer وreport connection هنلاقي هنا pivot table 10 ممكن يreport بيه. طبعًا 7 و8 و6 و5 و4 و3 دول اللي هم الpivot tables اللي إحنا فصلناها من شوية لكل building منهم. فإحنا هنضغط أوكي، فبشكل تلقائي كده هيبتدي برضه لمّا نيجي نضغط عليه يفلتر لي بيانات الجدولين مش جدول واحد. unselect عشان يعمل لي select للكل. طبعًا دي تفاصيل سريعة خلّينا نتكلم فيها في الslicer. ده الstyle بتاع الslicer لو إحنا حابين نختار style معيّن، وممكن نضغط على new slicer style ونحدد كل جزئية في الslicer حابين نعمل لها format إيه. الheader select item with data with no data الunselected كل حاجة تقدر تدخل تختارها وتعمل لها customization. وده مش بس للslicer ده حتى للpivot table نفسه. لمّا نيجي للdesign ممكن نختار design معيّن من هنا وممكن نضغط على new pivot table style ونختار style لكل جزئية في الpivot table عندنا نعمل لها إيه أو نختارها إزاي. سريعًا في الslicer طبعًا هنا الselection pane الalignment لو عندنا أكتر من slicer وحابين نخلّيهم متناسقين مع بعض في نفس الحِذا من جهة اليسار، من جهة الوسط، اليمين وهكذا. الgrouping لو عندنا أكتر من object حابين نعمل له grouping أو أكتر من slicer. الrotation عدد الcolumns هو موجود عندي في column واحد ممكن نخلّيهم 2 columns 3 columns 5 columns. ففي الحالة دي نيجي نعملها كده فيبقى معانا بالشكل ده. الحجم الخاص بالارتفاع، بالوسط، الheight، الwidth
وهكذا. ده سريعًا فيما يتعلق بالslicer اللي إحنا ممكن نضغط من الpivot table analyze ونinsert slicer. إحنا ممكن كمان نinsert timeline. الinsert timeline طبعًا هو خاص بالتواريخ، فهو بيقول لي يا hire date يا anniversary month، فأنا هاختار مثلًا الhire date. فأنا ممكن من هنا يبتدي يفلتر لي البيانات بناءً على فترة زمنية معينة، إن أنا مثلًا عايز بيانات من جولاي حتى نوفمبر، مين اللي اتعيّن؟ دول 10، سنة كام؟ سنة 2022، فممكن أختار هنا بالquarter وابتدي أحدد الناس اللي اتعيّنت من الQ1 سنة 21 لQ2 سنة 22، أو ممكن أختار بالسنة أو باليوم. طبعًا اليوم هيبقى صعب، خلّينا نختار بالسنة. أنا عايز أعرف مين اللي اتعيّن في الفترة ما بين 2018 ل2019، فابتدى يقول لي دول 103. نفس الأمر برضه، هو هنا 103 وهنا 741 report connection، وهنيجي نربطه بالpivot table تاني اللي إحنا عاملينه. أوكي، فابتدى يظهر لي ال103 في 2018 ل2019. ممكن هنا نيجي نفتح تفاصيلهم عشان لو حابين نعرف تفاصيلهم، ممكن هنا كمان عشان نعرف مين الموظفين دي، وهكذا. ده من خلال الpivot table analyze بنinsert timeline. الfilter connection، الconnections دي مربوطة بإيه بالضبط؟ إحنا رابطينها بحاجتين، مربوطة بالbuilding ومربوطة بالhiring date. ده الfilter اللي هو الbuilding والhiring date، دول الأدوات اللي عندنا. طبعًا نرجع تاني للtimeline، ظهر عندنا ribbon فوق اسمه timeline، الstyle هنا ابتدى يظهر معايا الalignment بقى، لإن ابتدى يبقى موجود عندي 2 objects في الsheet بتاعي، الalignment to center، alignment to right، وهكذا. وعملية الgrouping بحيث إن أنا كل شوية لو أنا عايز أتحرك ما بين الاتنين مع بعض أضغط group، فبقوا معايا شكل واحد. بمجرد ما أحدد واحد هاقدر أتحرك بين الاتنين مع بعض بشكل سريع. بالشكل ده عايزين نعمل ungroup، نرجع تاني ungroup، وهكذا. والارتفاع وكل التفاصيل دي، مين فوق مين، مين تحت مين، اللي هو bring forward وbring backyard. طبعًا إحنا هنشرح التفاصيل دي بشكل تفصيلي في الdashboard اللي إحنا هنعملها بعد كده. طيب، نرجع تاني للأدوات الموجودة في الanalyze. عملية الrefreshment لو حابين نعمل refresh، change data source لو أنا حابب أغيّر أصل البيانات بتاعتي، change data source باجي هنا هو قال لي إن البيانات بتاعتك موجودة في table 1، وابتدى هو يعمل لي تنقيط على حيّز الجدول بتاعي. ممكن آجي أغيّر ده، ممكن أقول له مثلًا من الخلية دي للخلية دي أو أيًا كان المكان. ودي بنستخدمها بشكل كبير كمان في إن أنا أعرف البيانات بتاعتي دي مربوطة بإيه بالضبط. ده من خلال الchange data source clear. لو أنا عايز أعمل clear all، فبييجي يقول لي clear pivot table. طبعًا أكيد مش هاعمل كده، بس أنا بنشرح عملية الselection، ودي حاجة برضه من الحاجات اللطيفة جدًا في الExcel أو في الpivot tables. هو فكرة إن أنا عايز أعمل select على أدوات معيّنة في الpivot table بتاعي، entire pivot table، فراح عامل لي selection للpivot table كلّه. عايز أعمل مثلًا للvalues، فابتدى يحدد لي الvalues. عايز أعمل الlabels، فابتدى يحدد لي الlabels. لو أنا عايز أعمل selection enable selection، خلاص أنا عايز أفصل كل وهكذا. فده لو أنا عايز أحدد أجزاء معيّنة، بحيث مثلًا عايز أعمل لها clear، عايز أعمل لها تعديل، عايز أغيّر الstyle بتاعها بكل بساطة، بدل ما أنا آجي أحدد مثلًا. لو جينا عملنا expand هنا لكل ده وأنا حابب أحدد الheaders دي أو الlabels دي بشكل مباشر، مش هانزل أقعد كل شوية أحدد فيها. بكل بساطة select entire pivot table واختار الlabels، أو مثلًا نختار الheaders أو نختار أيًا كان، يعني اللي أنت عايزه. طبعًا أنت كده، أنت لو حددت ده هيتعمل له التحديد بشكل مباشر، ولكن يعني الصورة وصلت، الصورة وصلت.